بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ينفذ أعوان إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسليانة وقفة احتجاجية، ومنهم هذا في مكثر، فرع مكثر، كذلك اللي ينتمي إلى إقليم سليانة، وقفة احتجاجية كما كنت نذكر على خلفية الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على الأعوان، وخاصة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له زميلنا محمد الجويني عشية الأحد الماضي في مدينة الروحية، حيث اعتدى عليه حرفاء، مما تسبب له في ضرر جسدي كبير أنتج عنه يعني بمدة راحة لمدة 40 يوم. هو في حقيقة الأمر كما تشاهدوا، هذه الشهادة الطبية تثبت الاعتداء الوحشي الذي تعرض له زميلنا نهار الأحد اللي الماضي 4/3. كما شفتوا التصوير كيفاش الأضرار بادية على الوجه نتاعو وعلى الجسد نتاعو. هذه الشهادة الطبية تثبت حصوله على 40 يوم راحة. 40 يوم راحة. بالنسبة لتو لهذه الساعة رانا ما نجموش، عندنا وقت. مرحبا بك بعد ساعة أخرى. احنا راهو من هنا من 8 ل9 عندنا وقفة احتجاجية. كما تعرف الأعوان نتاعنا يتعرضوا للاعتداءات اللفظية والجسدية في كامل الجمهورية، وخاصة زميلنا محمد الجويني اللي تعرض عشية الأحد الماضي إلى اعتداء شنيع في مدينة الروحية.